السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هبتدي ان انا اظبط الصلاة واحدة واحدة كده. عشان طبعا انتوا شايفينها يعني مكركبة، ما جيتش ناحيتها خالص. قلت لما اخلص البلكونة الأول وخلصت بره زي ما حضراتكم شفتوا. وهيبقى روتين بقى يوم اللي تسموه بقى. المهم يعني احنا هنشيل بقى الحاجات دي ونحط فرش تاني ونفرش الكنب، عشان انا كنت شايل الفرش الكنب عشان بس الشهر اللي فات ده كان حر قوي، فالجو اليومين دول الحمد لله مظبوط. فهبتدي ان انا اشيل بقى الحاجات دي كلها وافرش الفرش الجديد، مش جديد اللي موجود يعني اللي احنا بنفرشه خلاص. وبعد كده نشوف يومنا هيعدي ازاي. يا رب يعجبكم، شجعونا كده يا جماعه. يعني انا عايز اقول لكم بس نفس الفيديو ده يوصل ل 3000 لايك، يعني اقل حاجه خالص يعني بالله عليكم، يعني وصلوا 3000 لايك خلاص. يلا ان شاء الله يعجبكم اليوم النهارده ويبقى فيه حماس شويه كده ان شاء الله باذن الله. اهو نبدا نوقع بقى يمين وشمال. بسم الله. نشيل ده كله. واخدين بالكم؟ نحط الفرش وهنغسل وهنعمل كل حاجه خلاص. وهنعمل اكله دايت حلو النهارده خلاص. مش حارمكم من حاجه، كل حاجه هعملها لكم، بس انتوا ادوني زقه بس شويه ماشي. هروح اجيب الفرش نفرش حاجه حاجه كده، بس الاول هشيل الحاجات دي واروح انفضها شويه. هكنس بقى الاول، يعني هكنس تمام عشان ما يسيبش حاجه فيها تراب وكده. بسم الله. واحده واحده اهو، والبطيء الممل، مش بجري يعني ولا بقول مثلا. الناس قالت لي اعمل فيديو براحتك، بس انا مش عاوز ازود. في ناس بتبقى عامله باقات وكده، فمش عاوز ازود عليها والله. بسم الله. والله يا جماعه انا بعمل الفيديوهات دي لغرض للظرف اللي انا فيه يعني. عشان انتوا عارفين طبعا ميرو ربنا يخليها لي ويشفيها يا رب. انا مش عاوزها تيجي تشيل هم حاجه، عشان النفسيه بتاعتها الفتره دي تعبانه حبيبتي. انا عاوزها تيجي تلاقي البيت نضيف جوه وبره وفي البلكونه، بالذات البلكونه عشان هي كانت متضايقه مني. ربنا يقدرني يوسع عليا ويوسع الناس كلها ان احنا ننقل في مكان يعني كبير وفي بلكونه كويسه، عشان هي يعني نفسيتها بتتعب على طول من البلكونه دي. فعلى قد ما اقدر ان شاء الله بعمل كل ده عشان خاطر عيونها. الناس اللي بتقولي انت نفسك عالي وانت انا بتكلم بسرعه، مشكله يعني انا بتكلم بسرعه، ولما بعمل مجهود نفسي بيعلى غصب عني، وكده كده انا وزني زايد يعني. انا برضه بحاول ان انا اقل من اكلي واعمل مجهود كل يوم ان شاء الله. انا برضه يعني تحس ان انا خسيت شويه. التيشيرت ده والله كان بيبقى عامل عليا، فانا الحمد لله كويس، ما عنديش مشكله الحمد لله. بس هو عشان انا بعمل مجهود وانا بتكلم بسرعه فنفسي بيبقى عالي، للتوضيح بس يعني. ف لو كل راجل جدع يعمل كده ويساعد زوجته ومش عيب خالص. والنبي عليه الصلاه والسلام وصى بالنساء خير، والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيساعد ازواجه في شؤون البيت، مش عيب ولا حرام. العيب اللي انت تبقى شايف مراتك تعبانه وما تساعدهاش في حاجه ولا تعمل حاجه. وكانت في ناس بتقول لي تعالى خلي حد يساعدك. انا ما بحبش ادخل حد غريب في بيتي، يعني الناس اللي هم بتوع الشركات اللي يجي ينظفوا البيت ليه؟ ما احنا بننظفه وبنساعد بعضنا وبنشجع بعضنا. يعني الناس كتبت لي كتير اللي انا
ده انت شجعتني ان انا اقوم اعمل واسوي. هو بص، هو بالنسبه لي متعب ومرهق، الستات بيتعبوا فعلا اقسم بالله اكتر من الرجاله. بس انا واخدها تحدي مع نفسي، واقول مثلا جه الظرف ده اللي هي زوجتي تعبانه وان انا بعمل، وبقى عندي خلفيه برضه خبره يعني. برضه انا مش حتى الاكل، انا ما كنتش بعرف اعمل اكل كتير، فبتعلم واحده واحده. المهم عشان ما اطولش عليكم، بس عشان انا اصلا جاي من بره من مشوار فعرقان اصلا يعني. انا جاي من بره كنت بشتري طلبات للبيت، فانا ما عملتش حاجه، بس انا جاي من بره عرقان فجيت صورته على طول. انا هكمل معاكم بقيه الفيديو معلش، هو لو هيطول عليكم شويه، بس هنشجع بعضنا وان شاء الله نظبط الشقه كده عشان حبيبتي لما تيجي نفسيتها ترتاح. بس انا مستعد اعمل اي حاجه عشان خاطر ارضي مراتي واريحها في عز تعبها ده. يلا عشان ما نخش كتير بقى، يلا نبدا الفيديو ونشجع كده. يلا بسم الله. عشان ما اجيبش تحت هنا. بسم الله. كده كده همسحها برضو. والله انا كنت مكنسها ومسحها من قيمه يومين، بس عشان انتوا عارفين انا في الدور الاولاني، وانا لما كنست امبارح كان التراب دخل تاني بقى. يلا بسم الله. جبت هنا ولا ما جبتش؟ ما جبتش. ماشي. ان شاء الله انا يعني هكنس لحد هنا واقلب الكاميرا تاني عشان التليفون مش جايب الزاويه الواسعه. فانتوا تهيألي كده عشان انا شفت قبل ما اصور، ما انا بصور وبعد كده اشوف. انا تهيألي اخري هنا كده، والصوره بقى مش هتجيب حاجه تاني. فانا هقلب الكاميرا، هجيبها من الناحيه دي، اكمل الحته دي وارجع لكم. بس هروح ايه، انفض دول بره كده. يلا حبايبنا ازيكم. انا سرعت الفيديو طبعا عشان انا لما جيت منتجته لقيته 1.5 ساعة بالظبط تصوير. اول مرة في حياتي اصور فيديو 1.5 ساعة بجد والله العظيم يا جماعة. يعني انا عارف ان الناس كلها بتتعب، بس انا فعلا تعبت والله في الفيديو ده، لان انا بصور فيه من الساعة 10 الصبح، ودلوقتي وانا بمنتج لكم الفيديو الساعة 7 بالليل. يعني بعمل شوية واقعد شوية، بعمل شوية واقعد شوية، بس والله بجد تعبت اوي والله. الحمد لله، بس النتيجة مبهرة جدا ويعني اتبسطت. بصوا انا طلعت التلاجة. انا كنت بقول ان انا هعمل الصلاة، بس انا عملت كل حاجة في الشقة، ما سبتش حتة اللي ما عملتها الحمد لله يعني. ف يعني الحمد لله ان انا اتبسطت والله العظيم. انا تعبت، هي علقة بقى النهاردة ومش هعمل حاجة تاني خلاص شكرا كده. انا خدت الشقة كلها كنس كده. انا ما اعرفش التراب ده بيجي منين اقسم بالله والله العظيم مش عارف. زي ما يكون في عيال يعني بتحدف لنا تراب ولا طوب من بره، ولا انا مش فاهم ايه ده، وانا بنضف اول باول والله. المهم جبت حته كده وقعدت امسح الشاشه، طبعا حسست عليها انتوا عارفين. وشلت الفرشه من تحت كان مليانه تراب. كل الحاجات دي كلها انا كنت باخدها من على الوش كده، بس مسحتها بجد بقى المره دي. ومسحت دولاب التلفزيون ده جوه وبره وظبطته يعني 100 مسبتش اي حاجه. شلت بقى الكراكيب اللي فوق الشواحن القديمه والحاجات كده غريبه كده بحطها فوق التلاجة. المهم نضفت فوق التلاجة كويس مسحت التراب، وبعد كده مسحتها بحته ناشفه عشان ما تبقاش الحته المبلوله دي يعني تعمل كده، تعمل بقع. انا شاطر برضو على فكره يا جماعه والله الحمد لله يعني. بس وظبطتها قفلتها يعني. انا بعد ما حركتها كده ومسحت من تحتها سبتها بقى، ما شغلتهاش الا بعد 3 ساعات. خلي بالكم من الحكايه دي، لو انتوا هتحركوها لازم يعني تعملوها بعد 3 ساعات. طبعا انا جبت جاز عمال اعرق بطريقه صعبه قوي، واشرب ميه كل شويه واقعد غصب عني، جو حر وانا جسمي مليان غصب عني. المهم رحت جبت بقى الغسيل بتاع البيت كله، قلت نديها غسله بقى النهارده. يلا بقى بالمره بقى نكمل بقى المطحنه. شغلت الغسالة على البرنامج، وبعد كده جبت الغسيل اللي عندي كله، حطيت المسحوق والكورلوكس وسبتها لما يعني تملى ميه شويه، وبعد كده حطيت الهدوم وسبتها بقى براحتها. المهم جبت بقى الجردل والشرشوبه دي وقعدت امسح
قلت نديها مسحة بقى كلها كده، عشان ايه لو في تراب ولا حاجة ميبقاش مبقى الشقة كده. مسحت الشقة مرة واتنين والله، وحطيت مية وكلروكس كده عشان تعمل ريحة. وبعد كده خدت الجنب التاني. الفيديو ده بقول لكم ساعة ونص، بس انا اختصرته طبعا ل20 دقيقة، عشان لما مفيش حد هيقعد قدامي ساعة ونص. انا عن نفسي هزهق لو بتفرج على فيديو ساعة ونص، هو فيلم. المهم، والله العظيم يا جماعة انا ما اتغديت لحد دلوقتي. يعني انا واكل سندوتش جبنة الصبح عليها لحد وقتنا هذا، الساعة 7 دلوقتي شوية، وانا ما بمنتج لكم الفيديو. بس زي ما انا قلت لكم لما باكل بتقل، ما اعرفش ليه. وقع مني شويه ميه في الارض، فرجعت مسحتها تاني. قعدت ابص فوق كده اقول يا رب ناقصه، يلا الحمد لله. المهم بعد ما خلصت الصلاه قمت داخل بقى ايه على الاوضه الصغيره بتاعت الاطفال دي. مسحت بقى المصحف وايات القرانيه وكل حاجه، وشلت الحته ومسحت عزكم الله الجزامه وكده، خليتها زي الفل، ما خليتش فيها تراب خالص. رجعت الحاجه تاني، قمت داخل بقى ايه كنس الارضيه كويس تمام، شدتها شده كويسه. وبعد كده ايه شلت الحاجه كلها فوق السرير ورجعت نزلتها تاني. وبعد كده قعدت انفض بقى السرير، وشلت مسحت المروحه زي ما انتم شايفين كده. وقعدت انفض بقى السرير ده الصغير، كان مليان هدوم يعني غسيل وكده، ومسحت شباك السرير وكل حاجه. نسيت بقى، طلعت بره وقمت راجع تاني مسح فوق الديب فريزر وبتاع ده والدولاب الصغير ده اهو. مسحت اهو ونسيت بقى، واخدين بالكم؟ يعني انا كده مسحت، فببص كده قلت ايه ده انا ما مسحتش فوق الديب فريزر بعد ما مسحت كده. فقمت راجع تاني وقمت مسح بتاع دي الدولاب، وطلعت بقى مسحت الحاجات اللي فوق دي، ومسحت الديب فريزر كويس، كان في تراب برضو. والحمد لله على كده تمام. بصوا كده الأوضة اهي، بصوا راقت ازاي وبقت زي الفل. والله العظيم النظافة جميلة جدا وبتريح النفسية، مش قادر اقول لكم. الكراكيب والحاجات دي بتجيب اكتئاب للبني ادم. انا كنت مكسل وقمت اتنشطت وقلت عشان في ناس كتبت لي وقالت لي احنا والله احنا اتفرجنا عليك وقعدنا نتنشط معاك، فقلت يلا بقى نديها بقى النهارده علقة بقى. فدخلت على الأوضة التانية برضو، هشيل بقى الفرش القديم ده واحط فرش جديد. بس برضو ايه داخلين على العلقة التانية، كنستها برضو كنسة كويسة زي التانية. ورا البتاع الصغير ده اسمه ايه، والكرسي وكل حاجة. ما تزعليش مني بقى لو انا ايه سقطت كلام، عشان انا مهيس خالص. كنست مسحت الشباك السرير وكل حاجة وتمام. قمت داخل على التسريحة بقى، اديتها مسحة كده كويسة. وبعد كده دخلت على الحاجات بقى الكركبة بتاعت ميرو دي، الكريمات والشامبو، الحاجات الغريبة اوي دي مسحت كل واحدة والله العظيم. حاجات ما شاء الله كتير يعني. فطبعا هي لما كانت يا حبيبتي موجودة كانت بتستعمله، فالحاجات بقى كانت مكركبة مع العلاج وكده. واحنا يعني اتشغلنا الفترة اللي فاتت دي، فرجعت ظبطتها كده عشان لما تيجي بالسلامة حبيبتي تيجي تلاقي الحاجة متنظمة، ما تتعبش. عشان هي انا عارف ميرو لما بتكون تلاقي حاجة مكركبة قدام منها نفسيتها بتقفل وبتقوم غصب عنها تعمل، فانا مش عاوزها تيجي تعمل حاجة خالص. خدت بقى الجنب بتاع الغلبان ده، الجنب ده، وقمت مسحه مسحة كويسة، حطيتين ايه الازازتين البرفان الغلابة دول. بس خدتها مسحة تاني بقى، وبعدين ايه فنشتها مسحة كويسة. وقمت ايه جاي ايه شايل الفرش القديم ده تمام، ونفضت السرير تنظيفة كويسة كده. قمت جايب ملاية جديدة وفرشتها. بتاع السرير ده متعب اوي بفرشها بالعافية. والله العظيم عاوز اقول لكم الحاجات دي بتقعد بالخمس دقايق 6 دقايق، بس انا عشان بسرع بقى عشان ما تنلوش بس. المهم فرشت الأوضة اهي، وبنى عليها النظافة بقى. بعد ما فرشتها كنت انا يعني غاسل الحاجات دي، وجيت فرشتها. الحمد لله خلصت الأوضة دي كده تمام. وبوريكم كده خلاص اللي انا خلصتها، ناقص اوسع الفرش الأرضية وهتبقى تمام. كل حاجة زي الفل اهي، مفيهاش ترابة ولا أي حاجة خالص. الشباك وكله مسحته كله، ما سبتش حاجة خالص. زي ميرو
ما بتبقى موجودة، بتعمل كل حاجة الحمد لله، الله يديها الصحة يا رب. بعد كده دخلت على الحمام بقى، قلت يلا علقة بعلقة بقى. فكيت المروحة، كان فيها تراب كده، قمت ايه مديها دش كده، قلت لها تعالي بقى حمكي. قمت واخدها وايه وقعدت اديتها بقى دعك في المروحة بفرشة صغيرة كده، وعملت السلوك عشان ايه التراب لو عملتها بليفة ما بتطلعش سلك بتاع ده، فرشة صغيرة كده. ماشي تمام يا عم، ظبطتها. اروح اركنها بقى، بعد كده هخش على الحمام. بقول لكم الحمام اهو هيتغسل غسلة كويسة. جبت سلكة، وبعد كده الستاند باظ مني ورجعت لحمته كده، جبت سلكة كده، وجبت علبة فيها رابسو وفيها كرول. وبعد كده ايه حطيت شوية مية وقعدت ادعك بقى الحوض والبتاع ده والسيراميك. واخدين بالكم الحتة اللي تحت دي انا كنت عامل فوق قبل كده، مرة كنت عاملاها حبيبتي الله يديها الصحة. فنشت الجنب ده كله من فوق لتحت، قمت داخل بقى الحيطة والدش وكله غسلته، وغسلت السيراميك من تحت وفوق، وظبطت الحتة دي. وبعد كده ايه دخلت على الجنب اللي جنب الباب وعملته جنب القعدة على طول على طول على طول كده وانا سخن. واديتها بقى، قمت داخل على القعدة بقى فنشت امها، غسلتها غسلة كويسة عشان تبقى زي الفل كده الحمد لله. وانا ما بقرفش يعني. وكنت لابس جواندي في ايديا، واخدين بالكم، قمت شايله ورميه والسلكة والعلبة ورميتهم في الزبالة على طول. فالحمد لله. اخلص بقى الحمام، وبعد كده ايه اخش اشوف الغسيل ده اللي في الغسالة. وبعد كده ايه هروح انشره كده. نظبط الحمام بقى 100 زي الفل. الحمد لله خلصت الحمام، وبعد كده طلعت الهدوم اهي هنشرها بعد ما اتغسلت يعني. هنشرها دلوقتي، وبعد كده ايه اخش على المطبخ. بالله عليكم بالله عليكم والله العظيم، يعني انا تعبت والله قوي النهارده. يعني بالله عليكم حطوا له لايكات لي كتير، نفسي الفيديو ده يطلع ترند بجد والله العظيم، عشان نشجع بعضنا كلنا، واتحدى اي حد في يوم واحد يعمل كل الهيصه دي من الاخر كده يعني. يلا هنشر بقى الهدوم، وبعد كده ايه هفنش المطبخ وشكرا كده بقى. انا استويت. انا كده خلاص نشرت الغسيل اهو. هروح بقى افرش الشقة، وبعد كده هشوف المطبخ يعني. دخلت دلوقتي بقى افرش الصالة على جمال النبي يعني. اخوكو اسد. شلت البتاع دي، الفرش القديم زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده فرشت اهو الكنبة دي، وفرش الكنبة التانية قبلها يعني عشان اختصارا الوقت يعني، عشان ما تشوفوش كنبتين يعني. عملت واحدة. بعد كده دخلت على المطبخ بقى فنشته. كده فرشت الشقة كلها يعني، هوريها لكم دلوقتي. شطبت المطبخ كله، شلت المواعين اللي كنت غاسلها وركنتها عشان ما يعملش كراكيب، ومسحت الحوض 100. وكان عندي كوباية كده وطاسة بتكرس اسمها ايه، المهم يعني ما علينا، غسلتها وشلت الحاجات اللي مكركبة ومسحت الرخامة دي. شلت كان في شوية تراب كده شلتهم. كنت داخل على البوتاجاز بقى يا باشا، غسلت العين وغسلت المراية وكل حاجة، فنشته خليته زي الفل، مفيهوش اي ولا زيت ولا اي حاجة الحمد لله رب العالمين. وبعد كده يعني بعد ما غسلت العيون وكده، قمت داخل بقى غسلت اسمه ايه الحوامل بتاعته على الحوض كده يا باشا، واديها غسلة على طول عشان ايه لو فيها زيت ولا فيها حاجة تطلع على طول. غسلت الاتنين، وبعد كده ايه خلاص فنشت المطبخ بقى كده خلاص الحمد لله. انا خلصت فرش الشقة كلها، مفيش كده حاجة ناقصة خالص. انا فرشت الفرش اهو والارضية وهنا. عايز اقول لكم بجد تعبت والله العظيم، تعبت الحمد لله رب العالمين. بس النتيجة انا راضي عنها، عشان نفسيتي كده ارتاحت خالص يعني. عشان طبعا ميرو ايديها في البيت طبعا حبيبتي مش زي ايديا انا برضو يعني. انا ممكن بعمل حاجة كده مش قد كده يعني. حبيبتي هي برضو كانت ايديها فيها بركة في كل حاجة، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب.
الحمد لله انا خلصت كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. الشقة كلها اهي بربرق الحمد لله مسحت كل حاجة زي ما حضراتكم شفتوا كده. معلش لو الفيديو طول بقى. ده المطبخ اهو. بص المروحة اهي يا ميرو ظبطتها اهي، غسلتها 100. فرشت هنا في الارض والمواعين كلها تمام، مفيش اي حاجة خالص مش نضيفة. والحوض غسلت البوتاجاز. وهنا الحتة التانية اهي زي الفل. انا مش هقدر اعمل اكل بقى الصراحة، استنوا بكرة بقى بعمل لكم فيديو اكل عشان انا تعبت الصراحة النهاردة. دي الأوضة اهي اتفرشت، فرشتها وزي الفل اهي، مسحت كله تمام اهو الحمد لله. كل حاجة تمام اهي. يلا والأوضة التانية اهي زي ما حضراتكم شفتوها اهي، مفروشة و100 والأرضية كل حاجة زي الفل اهي. ومسحت كله عشان التراب، كل حاجة 100 اهي. بس الحمد لله. العمدة تعب. 5000 لايك بقى للفيديو ده، والله لما جبت هزعل بجد يعني عشان تعبت والله. والحمام عزكم الله مسحت كل حاجة وغسلت القعدة زي ما حضراتكم شايفين، والسيراميك والحوض وكل حاجة تمام يعني. الأرضية كل حاجة. بس الحمد لله. بس ده كان الفيديو بتاعي بقى، يا رب يكون عجبكم. أنا أتمنى يعني أتمنى من الله كل شيء خير يعني، إن أنتوا بس تدعموني بلايك في الفيديو ده. حطوا لي لايكات ليه كتير، واعملوا شير للفيديو يا جماعة بالله عليكم. يلا النهارده نسميه روتين الراجل الشقيان. ايه رايكم؟ ان شاء الله يعني يا رب يدعو المروه، ربنا يسهل راح تعمل اشعاع يوم الخميس، ربنا يشفيها حبيبتي يا رب، تم شفاها على خير وترجع بيتها بقى عشان انا ضايع من غيرها اقسم بالله. يلا الحمد لله. يلا سلام عليكم.